اختار اختيارات غلط، امشي في طريق وهو مش انسب طريق، كان ممكن تمشي في طريق احسن، بس خلاص ما تفكرش كتير. ما تفكرش كتير قبل ما ترد على رساله، عادي رد وممكن الرد يكون فيه حاجه غلط. درب نفسك على انك تغلط في الحاجات البسيطه اللي ما فيهاش تبعات كبيره عشان تكسر دايره التفكير المثالي. التفكير المثالي بيحصرك في مرض الحسابات، انك تقعد تحسب كتير جدا قبل اي خطوه عشان توصل لانك تعمل الخطوه بشكل بيرفكت ومثالي. فاتدرب على الحاجات الصغيره الاول، انك تغلط في الحاجات اللي ما فيهاش تبعات كبيره عشان تقدر بعد كده ترحم نفسك وتسامح نفسك لما تغلط في حاجه ممكن يبقى ليها تبعات كبيره. اول شغل ليك هيكون وحش، واول تمرينه ليك في الجيم هتكون وحش، واول فيديو ليك على السوشيال ميديا هيكون وحش، واول اي حاجه ليك في العموم برضه هتكون وحش. بس المليون من غير رقم واحد 6 صفار ما لهمش لازمه. ونجاحك في المستقبل مش هيكون موجود من غير اول خطوه اللي لازم تعملها النهارده. فاركن خوفك وتاجيلك وغرور البدايات على جنب، وابدا اعمل الحاجه اللي نفسك فيها اول مره وبشكل وحش عشان تتطور وتبقى هي الواحد اللي يوصلك للمليون. انا بعمل حاجه غلط، ان شاء الله ربنا يغيرها. يا رب بس ربنا يغير اللي فيا وابقى كويس. انا بشرب سجاير، انا نفسي ابطلها، بس يعني ادعي لي. والحقيقه انه لا، ربنا مش هيغير فيك لو دعيت للصبح. ربنا مش هيغير اللي جواك لو قعدت تدعي من هنا لاخر عمرك، لانه ربنا نفى عن نفسه انه يغيرك الا اذا غيرت انت نفسك. انت المسؤول عن اول خطوه تعملها جوه نفسك. وعشان كده ربنا وضح ده في كتابه، ان الله لا يغير، نفى عن نفسه التغيير، حتى يعني نفى التغيير الا بعد ما حضرتك تغير من نفسك. فاذا كان في شيء انت شايف ان انت غلطان فيه، هو عمره ما هيتغير حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني ربنا نفى انه هيستجيب لاي تغيير انت حضرتك طالبه عن نفسك الا لما تاخد اول خطوه. وعلشان كده ربنا مستني منك خطوة واحدة في أي مجال، في أي حاجة عايز تغيرها في نفسك. ربنا مستني منك أول خطوة. اعمل أول خطوة واستنى اللي ربنا هيعمله لك. دايما احنا بنقول يا رب غيرني، يا رب اعملني. هو مش هيغيرك. هو في الحتة دي الموضوع واضح وضوح الشمس. يعني مش هتتغير أي حاجة فيك إلا إذا أنت غيرتها من نفسك. وهي دي مسؤوليتك أمام الله وأمام الدنيا كلها، إنه أنت أول شيء وآخر شيء أنت مسؤول عنه هي تعاملك مع نفسك وأخدك للقرارات. ثم بعد كده يا سيدي سيبها على ربنا، ثم بعد كده سيب ربنا هو يتصرف، ثم بعد كده اعمل اللي عليك وملكش دعوة. علشان كده أي شيء في حياتك إذا شايف إنه متغيرش، اعرف إنه الخطوة الأولى أنت لسه ما خدتهاش ومفيش حد هياخدها لك. ولو قعدت تدعي من هنا لآخر عمرك مش هتتغير، لأنه ربنا قال لك إنه مش هيغير شيء جواك غير لما أنت تبدأ بالخطوة الأولى، غير لما انت تبدأ الفعل اللي من جواك. لانك لا تنتظر ان اي شيء يتغير من بره حياتك الا لما انت تاخد القرار فتغيره. يعني على الاقل تاخد القرار فتغير خطوة. انا بستعجب من اللي بيقول لي انا عايز ابطل الشيء ده، انا عايز اني اخد الخطوة الكويسة دي، انا حابب اني مش عارف ما اعملش في كذا، لكن الحقيقة انه ما بيعملش اي حاجة غير انه هو عايز. فانت متخيل انها هتحصل ازاي؟ انت متخيل انه ربنا هيعملها لك وانت اصلا ما عندكش الجرأة تواجه نفسك بانك توقف الغلط؟ مسؤولية الانسان في حياته هي اخده للقرارات، هي انه يتصدى لنفسه ويقول لا انا هوقف. يمكن تقول لي ان انا لو جيت ابطله هتبقى صعب عليا، لكن خد الخطوة، خد اول خطوة وبعد كده ربنا يكمل لك. خد اول خطوة عشان ربنا يشوف انت بتعمل ايه. امال هو خلاك حر في اختياراتك ليه؟ امال هو خلاك تختار بحريه؟ ده انت حتى عباده ربنا خيرك يا اخي فيها. ليه؟ لانك مسؤول عن اختياراتك وهو سابك حر. لكن على الاقل تكون بتاخد خطوه تجاه الصح، وهو ده اللي انت مسؤول عنه.